حكايتنا النهارده عن الفانتاستيك فور، العلماء الأربعة اللي طلعوا مهمة للفضاء عشان يكتشفوا حاجة، لكنهم حصلت لهم حادثة غريبة اديتهم قوة خارقة. منهم اللي بقى بيعرف يمتد بجسمه، واللي بتختفي، واللي جسمه اتحول لصخر، وكل واحد فيهم عنده قوة مختلفة عن التاني. بس في واحد منهم اسمه دوم بقى شرير، وقرر بقوته انه يحتل العالم. فاتحدوا المذهلين الأربعة عشان يوقفوه، فهل هينجحوا فعلا ولا دون هيحتل العالم؟ تعالوا نعرف. الحكاية بتبدأ مع اتنين علماء اسمهم ريد وبن، والاتنين واقفين قدام شركة دوم، وبيدخلوا له فعلا وبيفضلوا يتكلموا معاه عن سحابة اكتشفوها في الفضاء، وانهم عايزينه يمول المشروع ده عشان يطلعوا يكتشفوا السحابة دي، وبيعرفوه ان فيها طاقة كبيرة جدا ممكن نستخدمها في حاجات كتير، منها علاج البشرية وتوفير الطاقة للعالم، وهيبقى اكتشاف. فبيقول له دوم: انت جيت لي ليه واحنا بينا خلاف اصلا من زمان؟ عشان وكالة لاسا رفضتك صح؟ بس في الوقت ده بتظهر سوزان، وهي وريد كانوا بيحبوا بعض زمان لكنهم انفصلوا، وبتسلم عليهم، وبتقدر سوزان انها تقنع دوم بالمشروع ده. واثناء ما هم خارجين بتعرفهم على جوني اخوها، واللي هيكون القائد بتاعهم في المهمة بتاع الفضاء. فبيتعصب بين جدا لان جوني ده كان مستهتر جدا، وزمان كان شغال تحت ايده. بعدها بيوصلوا الاربعة لمقر العملية، وبيجي جوني وبيفضل يهزر مع بين ويستفزه، وبتيجي كمان سوزان وبتديهم الزي الرسمي بتاع المهمة، وبتعرفهم ان الزي ده بيقدر يمتص الحرارة ويحافظ على الجسم، وبتكون دي فكرة ريد زمان لكن سوزان طورتها. بعدها بيجتمعوا كلهم وبيركبوا المركبة، اتجهوا للمهمة بتاع الفضاء، والمفروض ان السحابة دي هتعمل تصادم قريب بعد 9 ساعات. فبيروح بين يلبس بدلته عشان يطلع ويجيب عينة، وبيكون دوم بيحب سوزان جدا وعايز يتجوزها، بس سوزان ما بتحبوش وبتكون لسه بتحب ريد. واثناء ما ريد قاعد بيلاقي فجأة ان مدة اصطدام السحاب قربت، وانها بعد 7 دقايق بس مش 7 ساعات، وبكده ممكن يصطدموا بيها وتحصل مشكلة. فبيروح فورا ريد لدوم وبيفضل يحكي له اللي حصل، وانهم لازم يلغوا العملية فورا، لكن دوم بيرفض. فبيجري ريد فورا عشان يلحق بين صاحبه، وبينط بأقصى قوته عشان يدخل المركبة، بس السحابة بتنفجر والإشعاع بيسيبهم كلهم، وكل الفريق بيفقد الوعي. وبعد 3 أيام بيفوق جوني بين، وبيفضل يعتذر له انهم ما قدروش يرجعوا شكله زي الاول. فبيتخض بين جدا وبيفتكر انه حصل له حاجه، ولما بيبص في المرايه بيكتشف انه بيهزر معاه، وده بيعصبه جدا وبيجري جوني. وبيتم بعد كده عمل اجتماع لمجلس الاداره مع دوم، وبيفضلوا يلوموا دوم عن اللي حصل، وان العمليه فشلت، وانه قدامه اسبوع بس يصلح كل اللي حصل ده، والا هيتم رفضه. فبيتضايق جدا وبيخرج من المكان. بعدها بنشوف جوني واللي بيرفض يكمل الفحص، وبيكون عايز يروح يلعب تزلج على الجليد مع صاحبته. فبتقول للممرضه ان حرارته بترتفع بسرعه عاليه جدا، لكنه ما بيكونش مهتم وبيمشي فورا من المكان. بعدها بيقابل بين ريد وبيقول له: انت كنت فاقد الوعي لمده 3 ايام وكنت قلقان عليك جدا. وبيعرفه انه مش فاهم ايه اللي حصل في الفضاء، وحاول يلاقي تفسير كتير عشان يعرف ايه اللي حصل بس ما عرفش للاسف. وبيقول له يكلم سوزان فورا، وبيفضل يقول له: انا عارف انك مش مبسوط في حياتك، ما تكلم سوزان تاني. فبيقول له ما عادش ينفع، دلوقتي بقت مرتبطه بدوم. بعد كده بنشوف جوني وصاحبته، وبتنط هي الاول عشان تتزحلق على الجليد، وجوني بيستعد وبينط وراها، والاتنين بيفضلوا يجروا ويعملوا تسابق مع بعض. فبتلاحظ ان في نار على جسم جوني، وفجأة كده جسم جوني كله بيولع وبيطير من قلب المكان، وبيفضل طاير لحد ما بيتصدم في قلب الجبل وبيقع على الارض. بعدها بين بيجيب سوزان وريد وبيعزمهم على الاكل، وبيفضلوا كلهم يتكلموا مع بعض. وفي نفس الوقت ده بيكون دوم بيحصل له تشوهات في وشه، وبيفضل يبص كده ومش عارف ايه السبب. بعدها بيتعب بين جدا وبيروح الحمام، والاتنين بيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيفضل يكلمها عن دوم. فبتلومه سوزان وبتقول له: انت ليه بعدت عني طول السنين دي؟ انت اللي سبتني مش انا اللي سبتك، ودلوقتي جاي راجع تاني. وفجأة بيلاقيها بتختفي، وبتقع ازازة ميه من جنبه، وبيلاقي جسمه بيمتد وبيمسكها، والاتنين مش فاهمين ايه اللي بيحصل لهم. وبيدخل عليهم كمان جوني وبيفضل يحكي لهم عن اللي حصل له، وبيكون بين حاجز نفسه في قلب الاوضه بتاعته ومش راضي يدخل حد وعمال يتألم. فبيروحوا له باقي الفريق عشان يشوفوه ماله، لكنه ما بيرضاش يفتح لهم. فبيدخل ريد ايده من تحت الباب وبيقدر يمتد بيها وبيفتح مقبض الباب، ولما بيدخلوا بيلاقوا بين كسر الحيطه وهرب فورا من المكان، وبيستغربوا جدا ازاي كسر الحيطه. وبيروح بين بعد كده لزوجته، وبيفضل واقف قدام البيت وبيتصل عليها، وبيفضل يقول لها: فاكره لما كنت بتقولي لي اني بحبك ومش هبعد عنك مهما حصل؟ وبيحكي لها انه حصل له حادثه. فبتخاف عليه جدا وبتنزل عشان تشوفه، واول ما بتقرب منه وبتلاقي جسمه بقى شبه الصخر بتخاف جدا وبتجري. فبيحزن بين جدا انها اتخلت عنه ومشى، وبيمشي فورا من المكان في هدوء. بعدها بيروح يقعد على الكوبري لوحده، وبيكون قاعد حزين جدا ومش عارف يعمل ايه، وبيشوف واحد بيكون هينتحر. فبيقوم وبيقول له: انت اكيد حالتك مش اسوأ من حالتي دلوقتي. ولما بيشوف الشخص ده ويخاف منه وما بيقررش ينتحر وبيجري. فبيفضل يجري وراه عشان يهديه، وبيقع على الطريق. فبينزل عشان ينقذه وبيقول له: ما تخافش. بس بتخبط في عربيه، والعربيه هي اللي بتتدمر، وبسبب ده بيحصل حادثه في المكان، وكل العربيات بتخبط في بعض، والوسائل الاعلام بتوصل للمكان. ولما بيعرفوا باقي الفريق بيروحوا له فورا، بس بتكون في عربيه
في المكان هتقع من فوق الكوبري، فبيحاول بين يلحقها، وواحد منهم بيقع في قلب النيل لكن ريد بيمدد جسمه وبيمسكه وبيقدر ينقذ الشخص ده. وجوني كمان بيقدر ينقذ بنته صغيره من الانفجار، وبتقدر كمان سوزان انها تمنع الانفجار ده انه يتمدد بقوتها. واول ما الناس بيشوفوهم كده بينبهروا بيهم جدا وبيفضلوا يسقفوا لهم. بعدها بتيجي زوجة بن وبترمي له الخاتم بتاعه وبتتخلى عنه، وده بيزعل بن اكتر، فبيروح له ريد عشان يهون عليه وبيفضل يوعده انه هيعمل كل حاجه يقدر يعملها عشان يرجع له جسمه زي ما كان. وبتيجي بعد كده الشرطه والصحافه وبيقولوا لهم انهم عايزين يتكلموا معاهم، وبيفضلوا يقولوا لهم مين القائد بتاعكم. وبيتقدم ريد وبيعرفهم ان اللي حصل ده بسبب مهمه طلعوا بيها للفضاء، وانهم اصطدموا بطاقه هي اللي خلتهم عندهم القوه دي، وبيسموهم الناس الفانتاستيك فور، يعني الاربعه المذهلين. وبيكون دوم شايف كل اللي بيحصل ده على التلفزيون. بعدها بيجتمع مجلس الاداره وبيقولوا له خلاص انه مش هيبقى معاهم في الشركه تاني، وده بيعصم دوم جدا. بعدها بياخد ريد الفريق وبيروح لبيته عشان يعمل عليهم ابحاث ويشوف ازاي هيطلع الاشعاع ده منهم ويرجعهم لحالتهم الطبيعيه. واثناء ما سوزان بتدور في البيت بتلاقي صور ليها مع ريد زمان في الجامعه، وبتفضل تفتكر ذكرياتهم. وفجاه بيدخل عليهم دوم وبيقول لها انت المفروض تكون ببيتي انا مش بيته هو. فبيدخل عليه ريد، بس دوم بيسيب المكان وبيمشي فورا وبيطلع وراه وبيعتذر له ان المهمه فشلت. فبيتعصب عليه دوم جدا وبيقول له لازم تصلح اللي انت عملته، انا دفعت ملايين الدولارات في المهمه دي وانت بوظت كل حاجه. وكان هيضربه لكن بين بيظهر، واول ما بيشوفه دوم بيخاف وبيمشي. بعدها بيبدا ريد يعمل عليهم فحوصات كتير وبيحاول يلاقي طريقه يسحب منهم الاشعاع، وبيحاول يعمل كده ببن. اما دوم فبيلاحظ انه بيقدر يتحكم في الحديد واي حاجه معدن، فبيروح للدكتور بتاعه واللي بيعرفه ان المعدن ده هيفضل ينمو جوه جسمه لحد ما يبقى شكلك حديد بالكامل، وده خلال 3 اسابيع بالكتير. وبيكون عايز الشركه تعرف بده عشان شاكك لا يكون في فيروس جواه وممكن يقضي على الناس. فبيقول له دوم لازم تخلي الموضوع ده سر، لكنه بيرفض. فبيخلص عليه دوم فورا وبيسيبه وبيمشي فورا من المكان. وبيكون ريد قدر يصنع بدله لكل واحد في الفريق، البدله دي بتكون مضاده للاحتكاك وبتتهيأ مع قوتهم، وبينجح في ده فعلا وبيلبسوها. بعدها بنشوف رئيس مجلس الاداره اللي طرد دوم، وبيدخل عليه دوم وبيفكره باللي عمله وبيقول له مش انا اللي انطرد واتهان كده، وبيخلص عليه وبيمشي. بعد كده بيشوف جوني سباق موتوسيكلات وبيكون عايز يشارك، وبياخد العربيه بتاعته وبيطير فورا للمكان ده، وبيلاقي في واحد جنبه عمال يتحداه، فبيقدر بقوته انه يحرق العجل بتاعه وبيمشي. وبيفضل يعمل حركات في الجو ويستعرض، لكن فجاه جسمه بيولع من تاني وبيقع على الارض، وبيقوم وبيفضل يستعرض نفسه وبيفضل يتريق على شكل بن. وبيشوفوه باقي الفريق في التلفزيون وبيتضايقوا جدا انه خرج من غير ما يقول لهم، وبيروحوا له هناك وبيطلبوا منه انه يجي معاهم عشان يكملوا فحوصات، لكنه بيرفض. فبيتضايق بن جدا انه اتريق عليه وبيكسر العربيه بتاعته، والاتنين بيدخلوا في خناقه مع بعض وبيفضلوا يضربوا ببعض لحد ما بيجي ريد وبيوقفهم. فبيحزن بن جدا وبيمشي فورا من المكان. وبتروح سوزان تكلمه وبتقول له انها فاهمه موقفه، لكن بيقول لها لا انت مش فاهمه حاجه. واول ما بيقعد على كرسي بيقع وبيتحرق جدا. بعدها بتطلب له واحده كفيفه مشروب على حسابها، وبتفضل تقول له ان الشكل عمره ما كان مهم، جوهرك هو اللي مهم. وبيجي له بعد كده دوم للمكان ده وبيقول له انه يقدر يساعده ويرجعه زي الاول. فبيقول له انت من امتى وانت مهتم بينا اصلا، وان ريد شغال على الموضوع واكيد هيلاقي حل، لكنه بيفضل يوقع بينهم وبيقول له انا اللي هقدر اساعدك. بعدها بتروح سوزان لريد واللي بيكون نايم من كتر الشغل والتعب، وبتاخده وبيروحوا للمكان اللي جابها ليه ريد اول مره، وبيفضل يكلمها عن دوم. فبتقول له ان مفيش حاجه بينهم اصلا ولا عمر هيكون في حاجه بينهم، وبتكون لسه بتحب ريد. وبيرجعوا بعد كده للمختبر وبيلاقوا بين هناك، وبيكون متضايق جدا وبيقول لريد انت سايب المختبر وشغلك والمشروع وعمال تحب مع سوزان ومش مهتم بيا اصلا، وانا فضلت طول حياتي جنبك. وبيفضل يتخانق معاه وبيضرب فيه، لكنه بيقدر يتمدد بجسمه وبيقدر يلف عليه وبيمسكه وبيفضل يهد فيه، لكن بين بيسيبه وبيخرج وهو متضايق وبيقول لهم انتم لوحدكم دلوقتي. واثناء ما هو ماشي بيقابل هناك جوني وبيكون معاه دمي على شكله، فبيضربه بين وبيقول له انت مش مضحك. فبتيجي سوزان وبتقول له ينضج شويه، مشاعر الناس مش لعبه في ايدك، وان الحياه اللي هو عايشها والناس اللي معاهم دول اي كلام، لازم تدور على سبب يكون هدف ليك في حياتك عشان تقدر تعيش. بس بيقول لها ان ده حياته هو حر فيها وهيعيشها زي ما هو عايز، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيقرر ريد يدخل الجهاز اللي هيعالج الكل قبل ما يكتمل، وبيجربه على نفسه. ولما بيخرج بيكون فاكر نفسه نجح، لكن بيلاقي جسمه بيبدا يسيح. فبتاخده سوزان عشان تعالجه، وبيكون دوم مراقبهم وحاطط كاميرات في قلب البيت. بعدها بيجي بيل المختبر بتاع دوم وبيقول له ان الاله دلوقتي جاهزه. فبيعرفه انه ريد قال انها مش جاهزه، لكن بيقول له انه صحح الوضع وهي دلوقتي جاهزه. وبيدخله فعلا للاله وبيمتص كل القوه بتاع الاشعاع بتاعته وبيرجعه فعلا لطبيعته. فبيفرح بين جدا وبيقول لفيكتور الموضوع نجح واكيد هينجح معاك انت كمان، لكنه بيقول له انا اللي مخطط لده انه ياخد قوته يعني، وساعتها محدش هيعرف يقف قدامه. وبيضربه
وبيوصل ريد للمكان، فبيقول له دوم انه هيقتلهم كلهم وهيحتل العالم، وبيفضل يرمي عليه طاقه وبيرميه من قلب المبنى. ولان جسم ريد مش مستقر دلوقتي بيفضل يسيح وبيقع تحت، وبينزل له دوم وبياخده معاه، وبيلاقي كمان في الشارع قناع وبيلبسه وبيسمي نفسه دكتور دوم. بعدها بيروح لهم بين وبيعرفهم اللي حصل، وبيقرروا يروحوا عشان ينقذوا ريد. فبتقول له سوزان يفضل هنا لان دلوقتي ما عندوش قوته وانه ممكن يتأذي اثناء القتال، وبيكون دوم عايز يوصل ريد لدرجه برود معينه عشان يقدر يقتله، وبيقول له هخليك تشوف فريقك وهو بيموت، وبيرمي صاروخ على جوني، فبيطير جوني باقصى سرعته من المكان عشان يتفادى الصاروخ. وبيقرر بين انه يدخل الآلة تاني عشان يرجع قوته ويساعد فريقه قبل ما دوم يعمل لهم حاجه. وبيحاول جوني يتخلص من الصاروخ باي طريقه، لكن الصاروخ بيفضل وراه، وبيروح لمركب في البحر وبيولع فيها وبيخبط الصاروخ وبيخلص منه. ودوم بيفتكر ان جوني مات، وبتكون سوزان اختفت وراحت عشان تحرر ريد، بس دوم بيكتشف امرها وبيروح لها وبيبدا يتقاتل معاها، وبيكون خلاص هيخلص عليها. بس في اللحظه دي بيقتحم بين المكان، وبيكون استعاد جسمه الصخر من تاني، وبيضرب دوم وبيطيره بعيد، وبيقع الاتنين من قلب المبنى. وبعد قتال كبير بيقدر دوم انه يهزم بين، وبيكون هيخلص عليه هو كمان، لكن سوزان بتمنعه. وجوني كمان بيوصل للمكان وبيجتمع الفانتاستيك فور وبيقفوا كلهم في مواجهه دوم. فبيبدا دوم انه يمتص كل الطاقه اللي في المكان وبيهجم عليهم، وبيكون قوي جدا. فبيستخدم ريد ذكائه، وسوزان بتضربه بالطاقه وبيخلي بين يضرب عليه ميه، وجوني يضربه بالنار وبيجمدوه في مكانه، وبينجحوا فعلا انهم يثبتوه، وبكده بيخلصوا من شر دوم، وبيقدر الفانتاستيك فور يهزموه. واول ما الناس بيشوفوا الوضع ده بيفضلوا يسقفوا لهم. وتاني يوم بيعملوا حفله عشان يحتفلوا، وبيكون بين ارتبط بالبنت الكفيفه، وريد بيروح لسوزان وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها. ولما بيطلعوا بره بيقول لها انه بيحبها، وبيقدم لها خاتم الجواز، واللي بتوافق جدا تتجوزه. وبيكون كل اللي في الحفله بيتفرجوا عليهم. بعدها بيطير جوني من المكان وبيرسم لوجو الفانتاستيك فور على السماء. وفي اخر الفيلم بنشوف دوم بعد ما تحول لتمثال، والشرطه بتكون حطيته في زنزانه وبيشحنوه في مكان بعيد، لكننا بنلاحظ انه بيبدا يتحرك من تاني. حكايتنا بتكمل في الفضاء، وبنشوف كائن بيخرج من قلب كوكب بينفجر، والكائن ده بيدخل لكوكب الارض وبيعدي على حاجات كتير منها اليابان والاهرامات وبيجمدهم، والناس مش فاهمه ايه اللي حصل ده اصلا. والظاهره دي بتنتشر في كل وسائل الاعلام ومش فاهمين ازاي ده حصل وازاي الحاجات دي اتجمدت. اما سوزان وريد خبر جوازهم بينتشر في كل الصحف، وريد بيعرف من الاخبار اللي حصل، لكنه بيطمن سوزان انه مش هيتدخل وانه بس هيركز في جوازهم عشان يتم على خير. وبيكونوا الاتنين راكبين طياره عشان يرجعوا نيويورك، وبيروحوا بعد كده معمل ريد. اما جون المستهتر بيفضل يكلمهم انهم يستغلوا الشهرة بتاعتهم ويعملوا اعلانات عشان يجيبوا منها فلوس كتير جدا. وبيوصل بعد كده ريد وسوزان المعمل، وبيفضلوا يتكلموا الاتنين عن فرحهم، وريد بيفضل يطمن فيها. وبيجي لهم بعد كده جوني، واللي بيكون حاطط لوجوهات كتير جدا على الزي الرسمي بتاعهم عشان يكسب فلوس من الاعلانات وكده، لكنهم بيقولوا له احنا مش هنلبس اللبس ده. وبيسأل القائد عن المشروع اللي شغال عليه ده، فبيقول له ان دي حاجة كده لسه ما خلصتش. وبنعرف هنا ان ريد اصلا شغال على الظاهرة دي من غير ما حد يعرف، وبيعرفهم انهم ما يقولوش لسوزان. فبيقول له سيبك من كل ده، انا عامل لك حفلة توديع العزوبية، وبيقنعه يروح معاه. وبيكون الكائن ده عدى على المكان اللي منفي فيه الدكتور دوم، ومن كتر الطاقة اللي بتخرج من الكائن ده دكتور دوم بيفوق من الثبات بتاعه من تاني. وبيجي يوم حفلة توديع العزوبية اللي جوني عاملها، وريد وجوني وبين بيفضلوا يستمتعوا بوقتهم. وفي نفس الوقت بيكون جنرال من الجيش الامريكي راح لمقر ريد عشان يطلب مساعدته في الظاهرة اللي حصلت، لانهم مش عارفين الكائن ده ايه اصلا. وبيقابل سوزان واللي بتقول له على مكان ريد، وبيروحوا فعلا الحفلة وبيلاقوا ريد عمال يرقص مع بنات، وسوزان بتتضايق جدا. بعدها بيفضل الجنرال يكلموا عن الكائن وان القمر الصناعي بتاعهم رصده، وعايز ريد يخترع له جهاز يقدر يتتبع الكائن ده ويقبضوا عليه من خلاله. بس ريد بيرفض وبيقول له ان فرحي كمان يومين، فبيسيبوا الجنرال وبيمشي. وبيقول ريد لسوزان انهم يقدروا يصنعوا الجهاز من غيره، والمهم دلوقتي هو الفرح بتاعنا. وبتفرح جدا لكنها بتتغاظ لما شافته بيرقص مع البنات، وبتقول له انها كان عندها حفلة هي كمان. بعدها بيحاول جوني يكلم مساعدة الجنرال ويعلقها، لكنها بتتجاهله وبتقول له انها مش مهتمية بيه اصلا، وبتمشي فورا من المكان. بعد كده بنشوف دكتور دوم وواحد بيساعده عشان يشيل الدرع من عليه، ولما بيخلص عليه دوم. بعدها بيدخل بين على ريد وهو بيصنع الجهاز بتاع الاستشعار، وبيقول له ما تقولش لجوني، لكنه بيكون سامعه، وبيقول له ما تقلقش مش هعرف سوزان حاجة. والاعلام بيفضلوا يتكلموا عن فرحهم طول الوقت وانه جواز القرن. وبيجي يوم الفرح والمعازيم كلهم
يوصلوا. لكن سوزان بتكون قلقانه جدا من فكره الجواز ومن الخطر اللي بيحصل في العالم، وخايفه انها تجيب اطفال يعيشوا في جو مش امن. بعدها بيدخل بين على ريد وبيقول له ان فرحك كمان نص ساعه، وبيكون خلاص خلص الجهاز بتاع الجنرال وبيبلغه، وبيقول له انهم قدروا يتتبعوا المكان اللي فيه الكائن دلوقتي. وريد بيخرج عشان يروح الفرح، وبيفضل جوني يتريق على البدله بتاعته. اما دوم بيحاول يتتبع مكان الكائن وبيفضل يراقبه. وعلى الناحيه التانيه بيبدا الفرح، لكن فجاه جهاز ريد بيشتغل وبيحس ان الكائن قريب منهم، وبيقول للشخص ده يخلص بسرعه. وبيقرب فعلا الكائن من نيويورك والكهرباء بتقطع وطياره هليكوبتر بتصاب وبتقع عليهم، بس الفانتاستيك فور بينقذوا الموقف وبيقدروا يحموا الناس. ولما بيعدي الكائن ده بيطير جوني وراه، لكن الكائن ده بيكون سريع جدا وجوني بيفضل وراه لحد ما بيوصل له، بس الكائن ده بيثبته بسهوله جدا وبيكون قوي، وبياخده بعدها للفضاء وبيسيبه وبيقع. لكن جوني بيقدر ينقذ نفسه على اخر لحظه. بعدها بنشوف الكائن ده واسمه سيلفر سيرفر، وبيقول للشخص اللي بعته ان مهمتهم هانت. بعدها بيجتمع الفانتاستيك فور مع الجنرال، وبيحكي لهم جوني عن الشخص ده وازاي قوته كبيره جدا، وبيقول لهم ريد انه دمر جهاز الاستشعار اللي انا صنعته. بعدها بتتكلم سوزان مع ريد، وبتكون متضايقه جدا انه كان شغال على الجهاز ده اثناء فرحهم، وبتتعصب عليه وبتثبته بقوتها، فبيفضل يهدي فيها، وبتكون عايزه تعيش حياه طبيعيه بس في سعاده وتبعد عن المشاكل دي. بعدها بنشوف جوني اللي مش قادر يتحكم في قوته وبيقع على الارض، وبتروح لسوزان عشان تطمن عليه. بس الغريبه لما بتلمسه قدراتهم بتتبدل، فبيحاول ريد يساعدها وبيقول له يجرب يلمسها تاني، وفعلا قوتهم بترجع لبعض من تاني. وبيفضل يعمل بعد كده عليهم فحوصات، وبيعرف انه لما قابل الكائن ده حصل خلل في الدي ان ايه بتاعه، ولو لمس اي حد قدراتهم هتروح لبعض. فبيروح بين عشان يلمسه، وفعلا بيرجع طبيعي من تاني، والاتنين بيتبادلوا قوات بعض، وده بيعصب جوني جدا. اما بين فبيكون فرحان جدا وبيفضل يستفزه، فبيلمسوا تاني وقوتهم بترجع لبعض من تاني. وفي نفس الوقت بيكون دوم راح لمكان سيلفر سيرفر، وبيحاول يتكلم معاه انهم يتعاونوا مع بعض، وبكده هيكونوا اقوى ومحدش هيقدر عليهم، لكنه بيرفض. فبيحاول دوم يضربه، لكن الكائن بيضربه وبيطيره. وبيلاحظ دوم بعدها ان جسمه بدأ يشفى من تاني بسبب طاقة الكائن ده. بعدها بيورد لسوزان انهم بعد ما يوقفوا الكائن ده هيعيشوا حياة طبيعية وخلاص مفيش مهمات تاني، وهنسافر لأي بلد هادية ونبدأ هناك من جديد. وهي بتفرح جدا بالقرار ده، بس جوني بيكون سامعهم وبيتضايق انهم هيسيبوه، وبيعرب بين، فبتقول حبيبة بين ان دي حياتهم وهم حرين فيها. بعدها بيقدروا يحددوا مكان سيلفر سيرفر وبيروحوا عشان يوقفوه، وبيتخانق جون وبين مع ريد وسوزان لانهم هيسيبوهم لوحدهم ويمشوا. بعد كده بنشوف فتحة بتحصل في قلب البحر وبتتجمد، وبتتضرر عجلة ملاهي هناك وبتكون هتقع على الناس، بس سوزان بتحاول توقفها بقوتها. وبيطلع من البحر الكائن، وبتسأله انت ليه عايز تدمر عالمنا؟ فبيقول لها مش انا مضطر اعمل كده. فبينضرب عليهم صاروخ من الجيش، فبيمتصوا سيلفر وبيحميها، وبيبدأ الجيش يضرب عليه صواريخ كتير جدا لكنه بيدمرهم. فبتشغل الجهاز بتاعها وبيقدر ريد يوقفه فعلا، وبيقدروا يفصلوه عن الزلاجة بتاعته وبيقبضوا عليه. بعدها بياخدوه لسجن مشدد الحراسة، وبيتحفظ الجنرال على الفانتاستيك فور ومش فاهمين ليه ده. فبيقول لهم ريد اكيد مش عايزين نعرف هيعملوا ايه. فبتقول له ان الشخص ده مضطر يعمل كده واننا لازم نتكلم معاه. وفعلا بتستخدم قوتها وبتختفي وبتخرج وبتتتبع الموظفين في المكان لحد ما بتقدر توصل للكائن ده، وبتقول له ليه عايز تدمر عالمنا؟ فبيقول لها انا مضطر في شخص اسمه جالاكتوس ده ملتهم العوالم وهدفه يلتهم الارض، ولو ما عملتش كده هيقتل عيلتي وهيدمر كوكبي. بعدها بيقول دوم للجنرال انه عايز يعمل فحص على الزلاجه، وبيوافق فعلا بس تحت اشرافه، وبيدخلوا جوه فعلا. فبيضربهم دوم وبيستخدم الجهاز اللي صنعه، وبيقدر من خلاله يتحكم في الزلاجه بتاع سيلفر سيرفر، وده بتديله قوه اقوى بكتير. فبيحاول الجنرال يقتله بس دوم بيخلص عليه. بعدها بيتكلم الفانتاستيك فور مع مساعده الجنرال، وبيعرفوها ان دوم قتل الجنرال، وبتقرر تساعدهم. وبيروحوا بعد كده ياخدوا سيرفر معاهم، وبيركبوا مركبه وبيروحوا لدوم وبيبداوا يتقاتلوا معاه. بس المره دي دوم بيكون اقوى منهم بمراحل، وبيحاولوا يمسكوه باي طريقه وبيجتمعوا حواليه، لكنه بيعمل عاصفه وبيطيرهم بعيد، وبيقعوا في نيويورك. وبيحاول بعد كده يقتل سيلفر، فبتحاول سوزان تنقذه لكنها بتتصاب هي وبتكون هتموت. وبيروح لها ريد وبيكون منهار عليها، وفي نفس الوقت بيكون جالاكتوس قرب للارض. فبيقول لهم جوني انه هيمتصوا قوتهم عشان يحارب دوم، وفعلا بيقدر يمتص قوتهم وبيروح له، وبيفضل يتقاتل مع دوم، والاتنين بيفضلوا يضربوا ببعض. وبيكون المره دي جوني اقوى منه بمراحل، فبيحاول دوم يضربه لكنه بيتمكن منه وبيفضل يضرب فيه بكل عنف، وبيكسر الجهاز بتاعه وبيفصله عن الزلاجه. وبيركب بعد كده بين وينش وبيضربه وبيطيره بعيد وبيوقعه في قلب الميه. اما جالاكتوس فبيكون خلاص وصل للارض، وسوزان بتكون ماتت، وريد بيكون واقف حزين جنبها ومش عارف يعمل ايه. بعدها بيركب سيلفر الزلاجه بتاعته وبيلمس سوزان قبل ما يمشي، وبيقول لريد يحافظ عليها المره دي، وبيروح عشان يقتل جالاكتوس.
وبيساعدوا جوني وبيديله دفعة وبيطير. بعدها بيدخل لجالاكتوس وبيستجمع كل قوته وبيدمر نفسه وبيموت جالاكتوس معاه، وبكده بيكون انقذ الارض. بعدها بتفوق سوزان وبيفرح ريد جدا، وبعد فترة بيعملوا فرحهم من تاني لكنه في الصين، والمرة دي بيتجوزوا على خير من غير ما اي حاجة تحصل. اما جوني فبيرتبط بمساعدة الجنرال، وبترمي بعد كده سوزان بوكيه الورد بتاعها، وقبل ما حبيبة جوني تمسكه بيحذروا بن فبيحرقه وبيطير فورا من المكان، وبيعمل لوجو الفانتاستيك فور على السماء. ودي كانت نهاية حكايتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الفيديو الجاي.